السلام عليكم، مساء الخير والسعادة على حبايب قلبي. النهارده هنعمل مع بعض أكلة طبعا كلنا ما بنختلفش عليها. هي دي الأكلة لو فضلنا كل يوم ناكلها طبعا ما نزهقش منها، طبعا لا كبار ولا أطفال. عندي صدور بانيه، عندي طماطمايه وبصلايه وفصين من الثوم، عندي التوابل معلقة كبيرة من بهارات الفراخ وفلفل أسمر و بصل بودرة وتوم بودرة وربع معلقة كمون وربع معلقة كده حاجات بسيطة من الكزبرة، وعندي معلقتين من الزبادي او ممكن لو عندك لبن راي، وعندي الليمونه والطماطمايه والبصلايه ودي فص توم واحد بس ايه اللي معايا كده. هاخد دومت واضربهم في قلب الخلاط. وده البانيه بتاعي، انا ما بحب البانيه يبقى السمك بتاعه يكون ايه سميك شويه، ما بحبوش يكون رقيق، ما بحبش ارقه قوي. ده حوالي نص كيلو او يمكن ازيد شويه من نص كيلو. انا جبت ضربت بقى الطماطم والبصله والليمونه عصرتها معاهم. ودلوقتي برضو هحط معلقه خل كده، بتطري معانا الانسجه بتاعه الفراخ وبتستوي معانا. ومسكت بقى التوابل مع الطماطم والحاجه اللي انا ضربتها ديت في الخلاط بايدي بقى، معلش انا بعملها بايدي طبعا، احنا في بيتنا وبنعمل بايدينا طبعا. بدعك بقى كل المكونات ديت مع بعضها عشان تتجانس مع بعض مع الفراخ وتتبل كويس مع الصدور ديت. انا حطيت معلقه الخل اهو، بتفتت الانسجه معانا وبتسوي معانا الفراخ. قلبتهم بقى كويس. ده دخلها في التلاجة، غطيها وادخلها التلاجة، بتقعد على الاقل ساعتين، اقل حاجه خالص، واحسن حاجه تعملها من بالليل. عندك كفر بقى اللي هعمل بيه التتبيله دي، عندي بقسماط وعندي فيجيتار ناعم، ده بيبقى سايب كده من عند العطار، ومعلقتين دقيق ومعلقتين نشا وتوابل كده معلقه صغيره من توابل الفراخ، بهارات الفراخ، وشويه من البابريكا وشويه ملح. عند البضايه حطيتها في قلب التتبيله اللي احنا كنا متبلين بيه، كله هيبقى في طبق واحد عشان ما تشيليش وتعملي اطباق كتير وتوسخي وتكركبي الدنيا حواليك يعني. وبنقلبها في قلب التتبيل. واحنا بننزلها كده بنشيل البصل، احنا عاملين ضاربين البصل كويس مع الطماطم، فانت ما تخافيش مش هيتاثر يعني على الكفر اللي احنا بنعمله، وهتشوفوه معايا واحنا بنعمله. قلبت بقى كل المكونات الجافه دي مع بعض كده، وبنزل بايد كده بعملها بالمعلقه عشان ايدي بس ما تتبهدلش، ممكن تلبسي كيس وكده او كلافز. بعملها بالمعلقه وبتكه بالايد التانية عشان برضو ندخل فيها الكفر ده. وتتكي لو انت هتتكي عليها بس شويه بايديكي كده، بتفردي معاكي البانيه. بس احنا مش عايزين، انا عايزه برضك ما تبقاش البانيهايه معايا تكون خفيفه، انا ما بحبهاش تكون خفيفه تحسي ان انت بتاكلي كده الكفر بس من بره. لا، احنا عايزين نحس بطعم الفراخ واحنا بناكلها، بتبقى سميكه كده، بتبقى حلوه وبتستطعمي طبعا بطعم الفراخ. عملتها بالشكل ده وتبلتها. انا الفيجيتار ده بيبقى سايب كده من عند العطار، في منه اللي هو بالحراق وفي اللي هو البارد السبايسي ده والعادي. انا خلصت الكميه كلها اهيت، احطها بقى في التلاجة تتجمد كده حوالي نص ساعه عشان الكفر بس يمسك معانا ما يسيبش معانا في الزيت. جبت بقى المقله كده على النار او طاسه، حطيت فيها الزيت يكون سخن كده، مش سخن طبعا قوي، يا دوبك بس ايه سخنيه كده، إيه مش سخنه قوي يعني تحرق الحاجه معايا. انا حمرتها وطلعتها، كان معلش كان النور هنا كان قطع والفلاش كان عندنا يعني النور كان قطع. فاهم حاجه، تطلعي البانيه على مصفى عشان ما يطرش معاكي، تحطي شبكه كده او مصفى كده وتروحي جايه حطاها. دلوقتي انا بعمل معاكم بقى، بنكمل مع بعض بقيه الغدا. عندي طماطم وفلفل واربع فصوص ولا خمسه من الثوم. هنعمل مكرونه. دي الصلصه بتاعت المكرونه دي بتطلع تحفه قوي من التتبيله اللي احنا بنبقى عاملينها دي مع بعض والخلطه دي. ضربتهم في الخلاط وصفيتهم، وجبت بصلايه وهخرطها. انا بحب اعمل المكرونه بالبصله كده، بتبقى طعمها حلو وبتديكي طعم حلو. خرطت البصله ونزلت بشويه الزيت، هنحمر البصله معانا وننزل لو حابه تحطي صلصه. انا حاطه برضك معلقه الصلصه اهيت، وبشوحها كويس معاهم عشان تطلع المواد الحافظه اللي فيها. وبنزل بقى عليها بالطماطم اللي احنا خلطناها في الخلاط مع قرن الفلفل والفصين الثوم، بتدي ريحه وطعم حلو قوي للمكرونه. وبنقلبها ونسيب الطماطم تتسبك معاها. انا كنت بقول لكم بقى بنغطي عليها كده ونسيبها لغايه ما تتسبك. وبعدين نحط بقى التوابل بتاعتنا، بنحط الملح
تعرف اللي هي اتسبكت ازاي؟ لما بالزيت كده بيطلع على او الماده الدهنيه بتطلع كده على الوش، الطماطم اتسبكت معانا. انا حطيت ملح وفلفل وشطه، وشويه سكر كده عشان بس الحموضه، شويه بسيط خالص بس عشان الحموضه ما تبقاش ايه الصلصه حامضه عليك، في حموضه كده، ويبقى بتدي تسكيره برضك حلو. قلبتها بقى واسيبها تتسبك كمان شويه. عندي المكرونه، اي نوع مكرونه عندك بقى، ميه مغليه وحاطه فيها ملح ومعلقه زيت، وبنزل بالمكرونه بتاعتي. انا هنا المكرونه انا قسمها 2، لو انت حابه اللي انت تسيبيها بحالها، بس عشان لو عندك اطفال وكده يعني يعرفوا ياكلوا المكرونه وكده. سلقت المكرونه وخدتها وصفيتها في المصفى وشطفتها. انا ما كنتش حابه اطول بس عليكم، انا قلت بس اوريكم يعني ايه عملنا الاكله مره واحده يعني، وشاركتكم يوم يعني من غدانا مع بعض. وحمرت البطاطس وعملت السلطه، وكان عصير كمان جنبها. معلش انا اسفه عشان النور كان قاطع في الوقت ده. وده كان غدانا النهارده. لو عجبكم ما تنسونيش بقى في لايك واشتراك ودعوه حلوه.